السلام عليكم واهلا بكم ليله جديده من ليالي العظمه. عظمه النهارده هي اخر ليله من ليالي عظمه كاس العالم للانديه، وهي اخر ليله الفاينل والبرونزيه. الفاينل اللي بيجمع ما بين مانشستر سيتي وفلومينسي البرازيلي، والبرونزيه اللي هي مباراه الثالث والرابع اللي بتجمع ما بين الاهلي المصري واوراوا الياباني. تعالى كده يا معلم ناخد مباراه. بس قبل ما ناخد مباراة ونتكلم عليها ونتكلم على توقعاتنا، تعالى ناخد كده كل فريق ومشواره في كأس العالم. بالنسبة طبعا لمانشستر سيتي وفلومينسي، نبدأ بمانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي بدأ مشواره في كأس العالم من السيمي فاينال، واحنا عارفين ان بطل اوروبا بيجي بيلعب مباراتين وياخد البطولة في جيبه ويمشي كأنه جاي يلعب مباراة خماسي على الهادي خالص وبيروح. فبدأ مشواره امام اوراوا الياباني اللي قدر يتألق ويفوز على ليون المكسيكي، وهنتكلم على المواجهة دي. علشان يفوز على اوراوا الياباني بالثلاثة علشان يوصل الفاينل امام فلومينسي البرازيلي. فلومينسي البرازيلي مشواره بدأ برضو من السيمي فاينل، علشان برضو انت لو ما تعرفش فلازم تعرف ان هو بدأ من السيمي فاينل. نصف النهائي برضو بيجي زي بطل اوروبا بيلعب مباراتين ويروح ياخد البطولة، لا اما يخسر، ولكن الاحتمال الاكبر انه بيخسر من بطل اوروبا، علشان فلومينسي بتفوز على الاهلي المصري 2-0 في مباراة كلنا اتفرجنا عليها وهنتكلم فيها برضو في دقيقة بسرعة جدا. اما بالنسبة بقى نيجي لفريق اوراوا الياباني. اوراوا الياباني اللي بدأ مشواره في كأس العالم للأندية بدري شوية امام فريق ليون المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، وقدر يفوز على فريق ليون المكسيكي 1-0 علشان يصطدم ببطل اوروبا مانشستر سيتي. اما النادي الاهلي المصري بطل افريقيا وافضل فريق في افريقيا، واللي قدر ينتصر ويبدأ مشواره من ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي، اللي بدأ مشواره بدري جدا في المباراة الافتتاحية في امام فريق طبعا اوكلاند سيتي، واللي قدر يفوز 3-0، ولكن بيجي امام الاهلي المصري بيصطدم بيه بمباراه قويه جدا. وكانت التوقعات كلها رايحه لفريق اتحاد جده السعودي، ولكن انت بتواجه الاهلي المصري بطل افريقيا واحسن فريق في افريقيا، ولازم لما تيجي تواجه نسر الاهلي قول لي النمر بتاعك عليه الحذر. وفعلا الاهلي بيبلع الاتحاد السعودي بالثلاثه بنجومه بنزيما وكانتي وفابينيو ورومارينهو وحجازي في حراسه المرمى. يعني بنتكلم في نجوم جامدين جدا مع دوري شرس وقوي. هو الدوري السعودي اللي بقى ممتع جدا الحقيقه بعد ما شفنا تطور او فلوس قدروا يشتروا بيها لعيبه من اوروبا، قدروا يغيروا ملامح الدوري السعودي وكمان المنافسه في السعوديه والمنافسه بالنسبه للبطوله الاسيويه دوري ابطال اسيا. ولكن خلينا في المهم، وتعالى بقى يا معلم نتكلم بسرعه كده على مباراه ونقول توقعاتنا، وانت كمان هتنزل تحت في الكومنتات وتقول لي توقعك ايه. ولكن اسمع مني الاول وبعد كده ننزل في الكومنتات وندردش مع بعض. بالنسبه لمباراه مانشستر سيتي وفلومينسي، عارفين طبعا ان السيتي وفلومينسي في فرق ما بين السرعات وفرق كمان في عامل السن، اللي هو ده اللي عامل سرعات. احنا عارفين الفرق البرازيليه واللعيبه البرازيليه صراع، ولكن انت بتتكلم على فريق فلومينسي عامل السن ما بين ال40 وحاجه و30، لعيبه كبيره. الخبرات هي اللي بتلعب اكتر، قدروا يفوزوا على الاهلي بخبراتهم فريق فلومينسي. ولكن لما نيجي نتكلم على السيتي، لا، السيتي بطل اوروبا بيلعب في منافسه اقوى في الدوري الانجليزي دوري ابطال اوروبا. جوارديولا فريق مرعب حرفيا، قادر يفوز بالدوري الانجليزي الموسم الاخير بعد سيناريو رائع ومستحيلي امام ارسنال. ولكن انت بتتكلم في مانشستر سيتي وفي منافسه مختلفه تانية خالص، ولعيبه في عامل سن اصغر. وكمان فريق فلومينسي عنده لعيبه جامده جدا، ولكن عامل السن خلاص بقى كبير. واعتقد او مش اعتقد، هو بنسبه تتخطى ال 95% مانشستر سيتي تقدر تتفوق على فلومينسي وتفوز بالفاينل. وده توقعي، ان بقول لك اول توقع ليا ان فريق السيتي هيقدر يفوز على فلومينسي، واعتقد الناس كتير هتتوقع زي فوز السيتي على فلومينسي. نيجي بقى في المباراه الثانيه، هي مباراه الاهلي امام اوراوا الياباني. مباراه في التوقع والتمني كلنا بنتمنى ان الاهلي ان شاء الله يفوز ببطوله يفوز ببرونزيه كاس العالم للانديه للمره الثانيه، او يعني مش هقول لك على التوالي، لان طبعا الموسم اللي فات الاهلي خسر امام فلامينجو البرازيلي، ولكن كان السنه اللي قبلها قدر يفوز على الاتحاد على الهلال السعودي وبعد كده فلامينجو. ولكن الموسم ده ان شاء الله لعيبه الاهلي انها تركز علشان الاهلي يفوز بقى ببطوله برونزيه، يعني مش عارف ليه ماشيه معايا ببطوله. ولكن
طبعا الاهلي نادي بطولات ودايما بيفوز ببطولات، فانت لازم يعني الاهلي بعدها فوز، الاهلي بعدها بطوله، فانت لسانك ماشي مع البطولات على طول. يعني ماشي. الاهلي البرونزيه علشان تفوز على فريق اوراوا الياباني. فريق اوراوا لما اتفرجت عليه في مباراه ليون واتفرجت عليه في مباراه السيتي، اختلاف كبير جدا، لان طبيعي حجم المنافسه الشديد جدا سواء ليون او السيتي. فليون كان فاتح مساحات وفريق سريع وبيروح وبيهدف، سجل هدف واحد ولكن كان عامل خطوره على مرمى ليون. اما السيتي كان بيلعب على الكونتر اتاك، ولان ده طبيعي لان انت بتلاعب السيتي، واي فريق هيواجه السيتي او بطل اوروبا قفل يا معلم ويلعب على الهجمه المرتده. ولكن هنا الاهلي برضه فريق مرعب، ولكن المرعب لازم يكون عنده صفات مهمه جدا، ان انا اخلص المباراه من انصاف الفرص، اخلص المباراه بدري بدري. كل ما الفرص مني بتضيع او المباراه بتعدي مني وان انا بضيع فرص سهله جدا، انا بيجي لي حاله من الاحباط، وبيجي عند المنافس حاله من الحالات الايجابيه. عشان كده بقول لك ان لازم الاهلي يكون عنده فينش قوي امام المرمى. التركيز يا كهربا يا حسين، العب مع الناس يا بيرسي تاو، سرع كورتك شويه. امام عاشور بلاش تلعب الباص وانت مش شايف عامل لي فيها بيرلو يا معلم، العب على القد، العب يا معلم علشان تاخد بطوله. الحلاوه والطعم والبسبوسات والقطايف واللطايف لما تبقى كسبان اعمل اللي انت عايزه، ولكن ما تبقاش النتيجه سلبيه وصفر صفر زي مباراه فلومنسي، واللي عاوز يعمل كعب واللي عاوز يلبس كوبري واللي بيأنن واللي مش عارف ايه، فده ما ينفعش. والفرص اللي ضاعت ديت ادت حاله سلبيه ليك انت كفريق النادي الاهلي، وحاله ايجابيه كبيره جدا غيرت من ملامح المباراه في الشوط الثاني. ولكن توقعات وتمني اكيد جدا طبيعي جدا هيروح للاهلي اللي ان شاء الله يفوز بالبرونزيه بكره ويفرح جمهوره بالميداليه. ولكن هي مباراه اتمنى لعيبه الاهلي تصالح جمهورها بكره باذن الله. مباراه اكيد طبعا هي الساعه 4:30 في السعوديه، ولكن هي مباراه تصالح الجمهور. احنا كان خلاص اخر فرصه للاهلي انه يوصل الى فاينل كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه، لان خلاص من النسخه الجايه بقى الموضوع صعب شويه، ولكن خلاص الموضوع اتغير والبطوله الجايه يبقى فيها مجاميع، وممكن تلاقي في فرقتين من اوروبا معاك مع فرقه من امريكا الجنوبيه، فهتلاقي ان الموضوع صعب شويه معاك. ولكن كفايه عظمه لحد كده، ونتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره امام اوراوا الياباني. وتوقعي ان شاء الله الاهلي يقدر يفوز على اوراوا بالبرونزيه الناحيه الثانيه السيتي. فانزل يا معلم دلوقتي وقول لي توقعك ايه بالنسبه للمباراتين، سواء الفاينل ما بين السيتي وفلومنسي والاهلي واوراوا الياباني. صحصح شويه يا حسين، صحصح شويه يا كولر في الجهاز الفني، صحصح شويه يا ياسر يا منعم يا هاني يا معلول يا مروان يا امام يا ديانج او ايا كان مين اللي هيكون متواجد، يا اكرم يا هاني يا حسين يا بيرسي يا كهربا، ايا كان مين اللي هيجي او مين اللي هينزل. 11 راجل في الملعب يقدروا ينافسوا ويجيبوا البرونزيه لجمهورهم، وجمهور الاهلي باذن الله بكره هيفرح. كفايه عظمه لحد كده في اخر ليله من ليالي كاس العالم واخر ليله من توقعات كاس العالم للانديه. كفايه عظمه لحد كده. سلام.